السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة بقى مش عارفة الصراحة اذا انتوا هتكونوا عارفينها ولا لا. هو نوع سمك كده اسمه سمك قراميط، مش عارفة بقى انتوا بتسموه ايه، بس هو عندنا احنا في المنوفية اسمه سمك قراميط. التتبيلة بتاعته بقى الصراحة انا ما كنتش هصور وكده، وبعد ما عملت التتبيلة فكرت ان انا ارجع اصوره. التتبيلة بقى شوية من التوم، يعني 10 20 فص توم كده كتير، يعني هي بتحتاج توم كتير جدا، وقرنين شطة أخضر بارد، وعصرة ليمونة. والبهارات بتاعتي بقى نص معلقة فلفل أسود، ونص معلقة بهارات مشكلة، ونص معلقة كمون، ومعلقة صغيرة ملح. ونضربهم في الخلاط ونتبل السمك بتاعنا. وبعد كده هبدأ أقليه زي ما انتوا شايفين كده، زي السمك العادي بالظبط، البولتي اللي عملناه مع بعض قبل كده. دقيق، نحطه في دقيق من الوش ده والوش ده، وننزل بزيت سخن. وهنا كان شكله بقى بعد ما اتحمر واستوى في الزيت. شايفين شكله؟ ممكن تاكلوه كده عادي، وكان طعمه حلو جدا الصراحة. يعني انا جربته كده وجربته كده، بس انا هعمل له خلطة تانية كده وادخله الفرن. وهي بقى اني قطعت 3 بصلات كبار، وفي صينية هنزل بيه نص كوباية من الزيت، لا ربع كوباية من الزيت. وبعد كده هنزل بالبصل بتاعي وهبدأ اقلبه، اقلب كويس لحد ما يدبل كده وياخد اللون الاصفر ده. وهنزل بعصير الطماطم. ممكن تضربوا طماطم في الخلاط، انا كان عندي طماطم في الفريزر متسبكة، حطيتها على طول. ونص معلقة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بهارات مشكلة، ومعلقة صغيرة كمون. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده معلقة صغيرة ملح برضو. وبعد كده هنزل السمك بتاعي، هغطسه كده في التتبيلة ديت، في الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بالسمك بتاعي كله وهساوي الصينية كده. وبعد كده هدخلها الفرن. هكون مسخنة الفرن، هدخلها في فرن سخن زي ما انا قلت لكم على الشبكة اللي تحت. وبعد كده اطلعها فوق تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بعد ما خرجت من الفرن طعمها كان بجد تحفة تحفة تحفة. اللي مش بيحب نوع السمك ده هيحبه بالطريقة دي، والله العظيم. جربوها بنفس الطريقة دي كده هتحبوها. انا عارفة ان في ناس كتير جدا مش بيحبوا السمك ده، وفي عندي في البيت مش في منهم مش بيحبوا السمك ده، فاضطريت ان انا اعمل نوع سمك تاني. وان شاء الله هنزل لكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.